عم بحضر تحلية الفريز عشان السهرة. تعريف الإسلام لغة: الاستسلام والخضوع والانقياد. اصطلاحا بمعناه العام: الاستسلام والخضوع لله، والخضوع لله في كل أوامره ونواهيه. قديش بحب هذا الهدوء تبع الليل، يا الله. انتو شامين؟ اوكي، بعرف انه مش رح تشموا، بس انا شامة هيك ريحة الهواء، ريحة السما، ريحة الليل والهدوء، كل اشي حلو. عم بجهز أغراض بكرة لأول امتحان. هلو، أنا راجع، عندي عربية اليوم. بابا هبطوا ركعودي واللي راهي 8 غير 5 دقايق، يتسمى مازال تقريبا ولا نص ساعة باش نديرو الاختبار. عندي عربية عم براجع، ومن بعد عندي عربية ساعة ونص، من 8 ل10:30، ومن بعد إسلامية استنوا، ايه 10:30، ومن بعد واقيلا من 10:45 11:45 ساعة إسلامية. يب، رحت اتأكد اسكو صح عندنا، يعني ساعة ونص ساعة. من بعد الكتاب اللي يب صح. يلا انا نراجع، اذا قدرت نصور لكم كي ندخل القسم نصور لكم، بس بين بلي حنبقى نستنى وحدي ونراجع طبعا في استنوا حتى اوكي لحتى يصير وقت الامتحان وين نعديه، او يعني نجوزه. جماعة أنا مبسوطة جدا 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 جدا. اسألوني ليش. أول إشي أوكي، امتحان العربي كان كثير كويس الحمد لله. إن شاء الله أنا عطول في العربي بحكي إنه كان كويس وقدمت كويس، بعدين بالأخير بنصدم أغلاط تافهة. بس إن شاء الله هالمرة ما حيكون في كثير أغلاط تافهة، تكون العلامة كويسة. هذا إشي أول. إشي الثاني، كنت أصور بس ما قدرت أحكي لأنه كان في ناس يعني بتروح بتيجي، فأجا تخيلوا منه المراقب العام سكر الباب، حكى لي عم بتراجعي وسكر الباب. تحكوا لي ليه أنت ما سكرتيها؟ لأنه بحس إنه حيكون في شبهات، يعني ليش أسكر الباب، شو بتعمل يعني، كنت بس أنا في الصف بس والله. فقدرت أحكي معكم. وهلقيت في عندي شريعة أو تربية إسلامية، بدي أشوف الأسئلة يعني مقترحة وهيك. بس والله استنى أشوف. هاي 10 نديروا الاختبار مازالني في الفرض. أوكي، الاختبار تاع 10 الاختبار تاع الإسلامية على 10:45، يعني ضايل 35 دقيقة للمراجعة. أكيد راح تكفيني، فبس والله راح أرجع لكم بعد شوي. كنت براجع بعدين تذكرت إشي، إجا في بالي هيك إشي، إنه هذا الصف هو هذا مو صفي،
أنا بدرس فوق. فهذا الصف في عندي فيه كمية ذكريات وشغلات حلوة، لما بتذكرها بس بنبسط. بتمنى لو أرجع لها يوم واحد في هذا الصف. أنا السنة اللي فاتت آخر فصل درسته هان بهذا الصف. فهذيك الفترة يعني أتوقع ماي أفريل، ماي أفريل كان هون درسناهم. فبتذكر مرة اجيت متأخرة وقعدت هناك، قعدت بس كنت بقعد هان في هذا المكان. بتذكر هون حطيت السماعات وقعدت هيك اسمع اغاني. احنا برمضان، استغفر الله، بس وقتها ما كنا في رمضان. بعرف انه الاغاني حرام في كل وقت، بس عم بحاول اقلل طبعا. يعني في الايام العاديه كنت بحاول اقلل، لانه الحرام بضل حرام. بس في موسيقى او انشوده معينه فيها هيك فايب معين كنت بسمعها في هذا الصف. ضلت في بالي المشاعر والاحاسيس. اوف، صرت اديبه، صرت شاعره. مع المشاعر والاحاسيس ضلت في بالي. فخايفه، جد خايفه السنه الجاي. خايفه، مو خايفه يعني، خايفه السنه الجاي كمان نيجي ندرس هان، يعني السنه كامله ندرسها هان. عن جد حنصدم انه ايش في شكو. انتوا حاسين انه هذا الصف بحبه، بس بحسسني بشغلات مش كثير بدي اعيشها او اتذكرها، مع انها حلوة بس مؤلمة. اتوقع انه صوتي مو واضح. المهم اذا واضح حلو، اذا مش واضح بعدين بنوضحه. ايش بنسوي له ما ادري. المهم اكمل اراجع البي. A few moments later. جماعة، شريط سابع على حسيبة حياتي. اوكي بمزح. حرفيا من نشري على حسيبة تتخسر، تطيح، اللي ما تمشيش. اليوم شفت على حسيبة جديدة هاي ليك، بس غدوة عندي فيزياء وأنجلي. بكرة هيك شوف شحال هاي الساعة، راي 1:30 نراجع فيزيك ونراجع أنجلي قبل الفطور. بس على بالي بلي يمر الفطور صعب جدا باش نقرا. اليوم اشترنا مام شنو هذه؟ شطيطحات على الدجاج. مش حنديروا معاها؟ بورك على النبي. نقطة التكافؤ هي النقطة التي يكون فيها المزيج ستوكيومتري، بمعنى يختفي المتفاعلان معا. خصائص المعايرة: تام، سريع، انتقائي. جماعة، هذا عنا في الجزائر بنحكي له قلب اللوز، وهذا الشربات.
مرحبا يا جماعة. اليوم سادس يوم من رمضان 1446. طيب ما بعرف ليه حكيت التاريخ، بس نو اوكي. يعني بالتاريخ الميلادي 2025 أنا حرفيا لسه ما حسيت برمضان 100%، مع إنه إحنا 6 رمضان. واي؟ بيكوز في عندي امتحانات كانوا هالست أيام اللي فاتوا، ضايل اليوم الثلاثاء، يعني يوم 10 مارس، بمعنى 10 رمضان هنخلص امتحانات. ففي عندي كثير فعاليات وكثير أشياء بدي أعملها حرفيا، يعني من عبادات، بدي أحضر بودكاستات دينية أكتر، بدي أقرأ أكثر قرآن. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. بدي أعمل شعراتي، لما أخلص برجع لكم. باي. A few moments later.